الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. وزير الخارجية يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة التعليم تنهي عملية توزيع الأدوات الدراسية المدعومة. إجراء عمليات للعيون في عدقية. أمريكا تعلن تنفيذ ضربتين في سوريا. خفر سواحل الصين وروسيا تنفذان دوريات في شمال المحيط الهادي. وعشرات القتلى بالولايات المتحدة والمكسيك بسبب الأعاصير. السلام عليكم ورحمة الله. خاطب وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 79 مبينا موقف منظمة إريتريا في مختلف القضايا، مشيرا إلى أن الاجتماع يعقد في مرحلة انتقالية هامة للنظام العالمي. وأوضح الوزير عثمان في الكلمة التي ألقاها مساء الاثنين 30 من سبتمبر بأن عصبة الأمم تأسست من أجل إحلال السلام العالمي قبل قرن من الزمان، لكنها لم تتمكن من ردع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتأسست بدلا لها بعد 25 عاما الأمم المتحدة لمنع حرب عالمية أخرى وضمان السلام العالمي الدائم. لكن العالم انزلق إلى عصر الحرب الباردة الذي تميز بنظام عالمي ثنائي القطب، وانتهى عام 1991 دون إحلال السلام بانهيار الكتلة السوفيتية السابقة، ليبدأ عصر جديد محفوف بالمخاطر من النظام العالمي أحادي القطب. وأشار الوزير عثمان إلى أن جشع وعربدة أسياد القطب الواحد في مختلف أنحاء العالم وتأثيره وصل إلى أعلى مراحل الخطورة، موضحا أن الحرب الخطيرة التي اندلعت لخنق القضية الفلسطينية والحريق الإقليمي الأوسع الذي خلقته في جوارنا وتطوراته وأعمال التخريج والأزمات المتعددة التي أثيرت في عدة أجزاء من إفريقيا تحت ذرائع مختلفة للحفاظ على العبودية الاستعمارية والحفاظ عليها، والتدخلات العلنية في أمريكا اللاتينية لتثبيت الهيمنة والقيام بالعديد من الحيل لخنق تفتت التحالفات والاحتياجات الشعبية المزدهرة في أوروبا والولايات المتحدة. كل هذه تبين عيوب وفشل السياسات المتهورة التي يتبناها النظام العالمي أحادي القطب. وقال الوزير عثمان إن تطلعات شعوب العالم في المئة العام الماضية لإحلال نظام عالمي عادل لم تتحقق من خلال عصبة الأمم ومن ثم الأمم المتحدة، وهذا لا يدعو إلى اليأس بل يؤدي إلى مضاعفة العزيمة والتصدي من أجل تحقيق الأهداف والغايات المنشودة. وحول تجربة إريتريا، أوضح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح بأن الشعب الإريتري اضطر إلى خوض كفاح سياسي ومسلح وتقديم تضحيات جسام من أجل التحرير لمدة 50 عاما طويلة في فترة 80 سنة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بالادعاء بأن إريتريا لا تخدم مصالحها الاستراتيجية. وشرح أن خسارة الفرص والأضرار كانت هائلة نتيجة تكثيف حيل إثارة الصراعات الحدودية والأزمات المتواصلة والحذر المبني على الكذب بعد الاستغلال أيضا، ومع ذلك فإن عزيمة الشعب الإريتري على الصمود ظلت قوية. وناشدها على الرفع القاطع للتدابير القسرية الانفرادية والعقوبات المفروضة على دول إريتريا وزيمبابوي وفنزويلا وكوبا، مؤكدا بأن بناء التضامن المستمد من نضالات وصمود وتصدي 100 عام ليس خيارا يمكن تركه للظروف، كما يجب محاسبة قوى الهيمنة على جرائمها من أجل إقامة العدالة. أنهت وزارة التعليم بنجاح عملية توزيع الأدوات الدراسية الأساسية للعام الدراسي 2024-2025 بتوصيل الأدوات لجميع مكاتب التعليم بالأقاليم. وأفاد مدير قسم الإدارة والمالية بوزارة التعليم السيد جبرهنس حبوس لوكالة الأنباء الإريترية إن الحكومة تعمل على دعم وتوفير الأدوات الدراسية الأساسية بتقديمها للطلاب بأسعار رمزية منذ العام الدراسي 2005-2006 لضمان عدم تغيب طفل أو طالب بسبب عدم توفر أو غلاء أسعار الأدوات الدراسية. أوضح أنه قد كانت العملية
تواجه مشاكل بتأخر توزيع الأدوات على الفروع في الأوقات المناسبة، لذا قامت الوزارة بتجهيز المتطلبات منذ شهر يونيو الماضي، ثم تلاها توصيل الأدوات إلى الفروع المعنية، مما ساعد على توفر الأدوات في الوقت المناسب بالمدارس. وأضاف إن الوزارة تراقب عملية التوفير والتوزيع بشكل جيد، موصيا الآباء بالمساهمة في ذلك لضمان سلاسة ونجاح العملية. وأكدت الأنباء الواردة أن الحكومة وفرت الأدوات الدراسية للعام الدراسي 2024-2025 بتكلفة وصلت إلى أكثر من 59 مليون نقفة، لتشمل مستلزمات شتى المراحل الدراسية بدءا من مرحلة الحضانة وصولا إلى المرحلة الجامعية، وهذا بتقديم الدفاتر وأقلام الحبر والرصاص والمساحات والبرايات والمساطر حسب المتطلبات المرحلية لكل المدارس والمؤسسات التعليمية في شتى أنحاء البلاد. أجرى مستشفى الدقيق عمليات عيون ل 181 مواطنا من 16 وحتى 25 من سبتمبر. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد ولد آب قبرس بيهير أن العمليات الجراحية أجريت بعد القيام بفحوصات طبية ل 1250 مريضا، إلى جانب 79 مريضا كان لهم مراجعة طبية. وأفادت المعلومات الواردة بأن العمليات الجراحية التي جرت ضمن الحملة الطبية التي يقوم بها مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي سنويا. قام مكتب الزراعة بالإقليم الجنوبي في 26 من سبتمبر الجاري بإحياء يوم المزارع بتدريب عملي على كيفية تلقيح بذور الذرة في أحد المزارع الخاصة بعد مونغونتي، بمشاركة 33 مزارعا و12 خبيرا زراعيا. أوضح خبير تنمية البقوليات لدى مكتب وزارة الزراعة بمديرية مندفر السيد سهية سفازيون أن وزارة الزراعة تعمل على توفير البذور المختارة ورفع معرفة المزارعين، وتحت هذا الإطار قدمت هذا العام بذور تم تلقيحها بالمؤسسة الوطنية للأبحاث الزراعية بحلحلة لمزارعين في 5 ضواحي تابعة لمديرية مندفرة لزراعة 4 هكتارات متفرقة. وأشار باحث علم البذور بالمؤسسة الخبير نجوسي أبرهة إلى أن المؤسسة تمكنت من تلقيح وتحديد بذور الذرة المتميزة لأول مرة في البلاد بالإمكانيات الداخلية لإنتاج زراعي يكفي إلى 60 وحتى 80 هكتارا، موصيا المزارعين للاستفادة من هذه البذور المختارة. وكذا خبير تنمية البقوليات لدى مكتب الزراعة بالإقليم الجنوبي السيد كفلة مريم عند برهان بدوره أن الدورات التأهيلية العملية والنظرية تسهم في رفع المعرفة الزراعية والاستفادة من التقنيات الحديثة بذات المجال. وأوصى مسؤول قسم التنمية الاقتصادية السيد مأكلي تسفى ميكائيل ومسؤول الزراعة بالمديرية المزارعين بالتركيز على تلقيح الذرة نظرا لإيراداته. وأشاد المزارعون بجهود وزارة الزراعة الدائمة مؤكدين جاهزيتهم للعمل بجد. أحيا إقليم عنسبة في 26 من سبتمبر الجاري اليوم العالمي للسياحة في فعاليات جرت في مدينة كرن. وقال المدير العام لقسم السياحة في الإقليم السيد سالم علي سالم في المناسبة التي حضرتها وزيرة السياحة السيدة أسكالو منقريوس وحاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى ورجال الدين وأصحاب المرافق الخدمية السياحية، قال إن السياحة والسلام متلازمان، وإن المجتمع الذي يعمه السلم له دور كبير في تطور قطاع السياحة والازدهار. وأوضحت وزير السياحة السيدة أسكالو منقريوس إن السلم الأساسي وتتطور السياحة في السلام. إن هذه المناسبة الجارية في أجواء السلام لها تأثير كبير بالمحتوى المقدم الذي يعكس الموارد السياحية. من جانبه ثمن السفير عبد الله موسى إعداد معرض للصور يعكس تاريخ الشعب الإريتري وآثار إقليم عنسبة، داعيا إلى منح الاهتمام الأعلى لاستكشاف الموارد السياحية مستقبلا. هذا ونظمت حملة نظافة في مستشفى كرن يوم 21 من سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. وتحتفل البلاد بال27 من سبتمبر اليوم العالمي للسياحة للمرة 29. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. والتابعة للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ضربتان في سوريا ما أسفر عن مقتل 37 مسلحا من منظمات إرهابية، بما في ذلك العديد من كبار قادة داعش وحراس الدين، وهي منظمة تابعة لتنظيم القاعدة.
وقالت سنتكوم في بيان إن الضربات الجوية تشكل جزءا من التزام القيادة المركزية المستمر جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة بتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وفي 24 سبتمبر نفذت قوات أمريكية ضربة في شمال غربي سوريا ما أسفر عن مقتل 9 من العناصر الإرهابية بما في ذلك مروان بسام عبد الرؤوف أحد كبار قادة حراس الدين والمسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في سوريا. وأكدت سنتكوم أن الضربة الجوية ستعطل قدرة داعش على تنفيذ عمليات ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. نفذت سفن تابعة لخفر سواحل الصين وروسيا تدريبات ودوريات مشتركة في أعالي البحار في شمال المحيط الهادئ حسب ما أعلن خفر سواحل الصين. ونفذت قوات خفر السواحل عمليات تفتيش لإنفاذ القانون على سفن الصيد العاملة في المنطقة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46 لعام 2015 واتفاقية حفظ وإدارة موارد مصايد الأسماك في أعالي البحار في شمال المحيط الهادئ. وتهدف هذه العملية للحفاظ على النظام في مصايد الأسماك في أعالي البحار. وخلال هذه المهمة نفذت السفن أيضا تدريبات مشتركة للبحث والإنقاذ والسيطرة على الأضرار وتحديد مواقع السفن غير القانونية ما يظهر القدرات التعاونية القوية لخفر سواحل البلدين. تسبب إعصار هيلين جنوب شرقي الولايات المتحدة بمقتل ما لا يقل عن 90 شخصا وانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وتدمير طرق وجسور بالإضافة إلى فيضانات مدمرة من فلوريدا إلى فرجينيا، في حين تسبب إعصار جون الذي ضرب المكسيك بمقتل 16 شخصا. وتوزعت حصيلة القتلى في ولايات كارولاينا الجنوبية وفلوريدا وجورجيا وكارولاينا الشمالية وفرجينيا وتينيسي وفقا لإحصاءات رويترز التي استندت إلى تصريحات مسؤولين محليين. وقالت شركات تأمين وخبراء مطلع الأسبوع الجاري أن التقديرات لحجم الأضرار الناجمة عن إعصار هيلين تشير إلى أنها ستتراوح بين 15 مليار دولار وما يزيد على 100 مليار. وفي السياق ذاته ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار جون الذي ضرب الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ إلى 16 قتيلا وفق السلطات. ويقول العلماء إن التغير المناخي يلعب على الأرجح دورا في التكثيف السريع للأعاصير التي تنهل من طاقة المحيطات الأكثر دفئا. أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا أن صاروخا من طراز فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس قد انطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في مهمة لإعادة رائدي الفضاء العالقين في المحطة الفضائية الدولية منذ شهور. وضم طاقم المهمة رائدي فضاء فقط بدلا من 4 في مركبة دراغون التي تمتلك 4 مقاعد، وذلك لإفساح المجال لرائدي الفضاء العالقين بالمحطة في رحلة العودة التي يتوقع أن تكون في فبراير من العام المقبل. وكانت رحلة بوينغ كيريو فلايت التجريبية أول مهمة مأهولة لمركبة ستار لاينر. وانطلقت المهمة من محطة كيب كانفرال الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية. ويعد هذا القرار ضربة قوية لشركة بوينغ التي تعاني بالفعل من مشاكل متزايدة في قطاع الطيران بسبب تكرار الحوادث. وكان ينظر إلى مشروع ستار لاينر كطوق نجاة قد يعيد ثقة العملاء بالشركة. ختاما لنشرة الأخبار فيما يلي تذكير بالعناوين. وزير الخارجية يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة التعليم تنهي عملية توزيع الأدوات الدراسية المدعومة. إجراء عمليات للعيون في عالدقيح. أمريكا تعلن تنفيذ ضربتين في سوريا. خفر سواحل الصين وروسيا تنفذان دوريات في شمال المحيط الهادئ. عشرات القتلى بالولايات المتحدة والمكسيك بسبب الأعاصير.
انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.